تعرفي ان شعرك عمره ما هيتحسن لو بترطبي اطراف الشعر بالسيرم وفاكره انك كده بترطبيه وعامله اللي عليكي وزياده؟ اني اهدم لكم الثوابت واقول لكم ان السيرم مش دي للترطيب. هتكون أهم نصيحة في السنة الجديدة بارت 14. وانا هنا بتكلم عن السيرم الشفاف اللي كلنا عارفينه، مش الزيت ولا السيرم المائي، لا سيرم الشعر الشفاف اللي احنا عارفينه، عباره عن ميكس من السيليكونات، منها التقيل منها الخفيف منها المتطاير، مش موضوعنا دلوقتي. اهم حاجه ان هو بيكون ميكس سيليكونات وبيكون فيه نسبه زيوت قليله جدا عشان يفضل شفاف زي ما انتم شايفينه كده. غالبا لو متضاف له زيوت كتير جدا مش هيبقى شفاف وهيبقى معقر وشكله مش حلو. ركزوا لي في النقطه دي عشان مهمه جدا. السيرم بيعمل 3 حاجات مفيش غيرهم. اول حاجه بيكون طبقه عازله على الشعرايه تحبس الترطيب، كمان تعزل الشحنات بتاعه الشعر عن بعضها فتمنع الهشاشة. تاني حاجه دي لمعه واحساس مخملي للشعر، خاصه الشعر المقصف والجاف والتالف، بس مؤقت، بمجرد ما بتغسلي شعرك كل ده بيروح. حتى لو في نسبه زيوت بتدي ترطيب خفيف جدا للشعر، فلو شعرك تالف او جاف ده مش هيكون ترطيب كافي. احساس الترطيب هو السيليكونات لما بتعمل طبقه عازله على الشعرايه فبتدي لمعه كده واحساس ان الشعر مترطب، بس ده احساس وهمي. السيليكونات مش بتمتص في الشعرايه ولا بترطب بالشكل اللي انتم متخيلينه. عشان كده لو شعرك تالف او جاف بسبب حراره او صبغه او غيره، لازم تضيفي حاجتين في الروتين بتاعك: حمام كريم مرتين في الاسبوع او مره على الاقل في الاسبوع، وليفين كريم قبل السيرم هتحطيه على شعرك. الفيديو الجاي هقولك بالظبط ازاي تستخدمي حمام الكريم والليف ان عشان تحققي منهم اقصى استفاده.